كريستيانو رونالدو اشترى 25% من اسهم نادي النصر السعودي، تمام. وفقا ل يعني العقد اللي كان ما بينهم. الامور، لا كمان الموافقات في على مستوى البلد نفسها، على مستوى المملكه العربيه السعوديه. فتقريبا الراجل اصبح ملك النادي، والفريق المتعاون معاه قرر ان هو يعني يساهم باسهم في نادي بكل قاره، يعني قاره اوروبا، قاره افريقيا، قاره اسيا، وهكذا. فبدا الفريق بتاعه يشتغل على النادي اللي ممكن يساهم فيه في افريقيا. فكان في الاختيار ما بين الاهلي والزمالك. الراجل ما كانش عنده يعني غضاضه، يعني قال شوفوا الوضع ايه وكده. ففكره ان الاهلي يدخل فيه، لا، ان ممكن يكون في بعض الامور اللي ما تبقاش يعني متالفه معاه بشكل ممكن كبير. شيكابالا اتدخل في الزمالك هو عشان لا 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 لا، الكلام ده مش صحيح طبعا. الموضوع بمنتهى الصراحه والوضوح، ان جون ادوارد ومع بعض العلاقات الاخرين مع بعض اصدقائه منهم محمد جمال العاصي بداوا يتعاملوا مع الفريق الخاص بكريستيانو رونالدو. والراجل يعني ممكن يكون مساهم في نادي الزمالك، شركه الكره في نادي الزمالك حال تاسيسها كريستيانو رونالدو ربما يكون الرجل من المساهمين الكبار جدا، واللي يعني هيضخوا فلوس في نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. فده خبر مهم جدا يعني. اذا بس هو رونالدو سأل؟ يعني هو رونالدو سأل على الزمالك؟ اكيد سأل، هو مش فلوسه في الارض. هو سأل على الزمالك بجد؟ طب سأل عليه في الفيفا؟ ما هو